صفقة من العيار التقيل وأولى صفقات النادي الأهلي للموسم الجديد. إمام عاشور لاعب في النادي الأهلي خلاص، ورسميا وفي خلال ساعات هيتم الإعلان عن انضمام اللاعب إمام عاشور للنادي الأهلي. اللاعب اللي عمره 25 سنة، لاعب دولي، كان بيلعب في نادي الزمالك وانتقل لنادي ميتلاند الدنماركي، وتم الاتفاق بين النادي الأهلي المصري ونادي ميتلاند على انضمام اللاعب لصفوف النادي الأهلي، وده اللي اعلنته خلاص بالفعل وسائل الاعلام الدنماركيه. لكن هنا في مصر هيتم الاعلان زي ما قلت لحضراتكم في خلال ساعات عن انضمام اللاعب رسميا لصفوف النادي الاهلي وعن تفاصيل العقد، وهيتم ده من خلال قناه النادي الاهلي، لانه زي ما حضراتكم عارفين كانت صدمه كبيره جدا لجماهير نادي الزمالك ومفاجاه كمان لجماهير النادي الاهلي. اللاعب كان في خلافات بينه وبين جماهير النادي الاهلي، وكان غلط في احد رموز النادي الاهلي، وكمان كان في موقف شهير بينه وبين الكابتن وليد سليمان كابتن النادي الاهلي، وبالتالي اللاعب اعتذر اكتر من مره عن اللي حصل منه قبل كده، وهيكون انضمامه للنادي الاهلي محتاج انه يتقدم بطريقه كويسه. لكن المؤكد واللي حابين نوصله لحضراتكم ان امام عاشور خلاص اصبح لاعب في صفوف النادي الاهلي. بالتوفيق لامام وبالتوفيق للنادي الاهلي في الموسم المقبل ان شاء الله.